اخصائي التصميم او فني التصميم او مهندس التصميم، هل يعتمد على شخص واحد ولا يعتمد على مجموعه من المصممين عاملين بالظبط زي المطربين او الممثلين. هل ينفع تشوف عمل واحد فتحكم بيه على الفنان ده او الممثل ده، او تقدر تاخد منه عمل واحد هو ده اللي يعبر عنه بشكل كامل؟ لا طبعا، لان العمل الفني هي حالة، الحالة دي بيتحط فيها المصمم وبيبقى ليها ظروف وعوامل كتير قوي هي اللي بتخليه يخلق العمل الفني. فمثلا لو الفكرة بسيطة وهو باله رايق والتولز والحاجات متوفرة وعوامل كده موجودة صدفت واتوجدت مع بعضها، ممكن يعمل فعلا هوية مميزة لوحده. لكن الأفضل طبعا إن يبقى في أكتر من مصمم بيتشاركوا في عمل الهوية. ده بيفرق كتير جدا، لأن أنت بتشارك كذا لون وكذا شكل وكذا مايند سيت، طريقة تفكير وكذا رؤية إبداعية مختلفة. فالأفضل طبعا إن يبقى في فريق، حتى لو المصمم ده عنده تاريخ كبير او عنده اعمال كبيرة، لان التصميم في النهاية هو حالة اكتر بكتير من ان هو خبرة او ان هو تاريخ ووقت وهكذا.